No se lo piensa. في لحظة معينة بتحس إن كل حاجة ضدك. بتشوط الكورة تيجي في العارضة، تعمل باص يروح للخصم، لعبتك مش في مكانها ومش بتتحرك. تحس إنك مش بتلعب ضد الخصم، إنت بتلعب ضد اللعبة نفسها، وتقول من جواك السكريبت اشتغل. وأنا النهاردة مش جاي أقولك إن السكريبت ده موجود، لأنه فعلا موجود وبأدلة كتير جدا. بس الحقيقة ان السكريبت ان اللعبة بتعمله عشان تخلق بيه التوازن بين اللعيبة مش بيحصل غير في 10% بس من الماتشات. انما السكريبت الحقيقي هو جوه دماغك انت وبس. والنهاردة انا جاي افك لك شفرات اللعبة وهقولك ازاي انهم بيخسروك عن طريق مخك، وكمان هعلمك ازاي تدرب مخك انه يبقى قوي ويواجه الاي اي، وكمان هديك شوية أرقام مستخبية في البرمجة والأنظمة اللي بتتحكم في ذكاء اللعيبة. يعني من الآخر هخليك تكسر أي سكريبت تقابله في وشك فوق دماغهم بمخك انت. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ وتعالوا نحكي القصة من أولها. خلينا نقسم السكريبت لجزئين، جزء نفسي وجزء فني. وتعالوا نبدأ بالجزء النفسي. اللعبة دي مش بس معمول فيها سكريبت بالأرقام، دي مبرمجة تلعب على نفسيتك وتركيزك وحتى طريقة تفكيرك. يعني مثلا لما تشوف موقف يعصبك أثناء الماتش، زي مثلا باص غبي أو جون غريب أو تسديدة سخيفة، إيه اللي بيحصل؟ تتعصب ومخك يطلع بره تركيزه، فتبدأ تاخد قرارات عشوائية وانت بتلعب، وأدائك بينهار وانت مش واخد بالك. فمبروك، انت خسرت وانت لسه في نص الماتش، مش عشان خصمك احسن منك ولا السكريبت اللي انت عارفه ان اللعبة بتغير ارقام البرمجة وانت بتلعب علشان تتحكم في نتيجة الماتش، انما سكريبت نفسي يخلوك تغلط بايدك عشان تبقى انت اللي بتضيع الماتش مش هما. ومن الاخر اللعبة مش عاملة كده بالصدفة، ده جزء من تصميمها علشان تمسكك اطول وقت ممكن وتخليك مدمن للعبتهم. في علم كامل بيتبني عليه برمجة الالعاب اسمه نيورو جيم ديزاين، تصميم الالعاب على طريقة تفكير المخ. يعني ايه؟ يعني يصدروا لك احساس بالظلم ويحسسوك انك ضحية علشان تطلع بره تركيزك وتخسر نفسك بنفسك. وعلى فكرة دي مش نظرية مؤامرة، دي أبحاث علمية، وكمان هسيب لك المصادر في وصف الفيديو. دلوقتي انت عرفت يا صديقي ازاي هما بيتحكموا في تركيزك وقرارات مخك. تعال بقى أعلمك ازاي تدرب مخك انه يبقى قوي وما يتأثرش بأي حاجة، وازاي تحافظ على تركيزك وأدائك في الملعب طوال الماتش. أنا هقولك على تكنيك نفسي اتجرب فعليا في علم النفس العصبي الرياضي، وبتستخدم حاليا مع محترفين في ألعاب الفيديو وكمان لعبة الكورة. والتكنيك هو إعادة توجيه التفكير، وهو مقسوم ل3 حاجات: الريبيت، الريفريم، الريفوكس. يعني التكرار، غير التفسير ورجع التركيز. وده بالظبط اللي انت هتعمله كل مرة تحس ان اللعبة ضدك وان العصبية بدأت تطلع. المشهد اللي كلنا عارفينه، باص غلط، شوطة في العارضة، بتبدأ تفكر دي اللعبة بايظة، ده سكريبت، ده حظ، وفجأة كل تركيزك بيروح وانت مش واخد بالك. الحل اول حاجة الريبيت اللي هو التكرار. دايما حضر في ذهنك جملة قبل الماتشات. لما تتعرض لموقف زي كده قول انا اتصرفت غلط، مفيش حاجة اسمها سكريبت. انت كده بتقطع على دماغك فكرة انها تدخل في حالة انهيار. الحل التاني الريفريم، يعني غير تفسيرك.
لما تشوف حاجة غير منطقية بدل ما تتزعق وتتعصب ابتسم واعتبرها ان اللعبة بتتحداك. تحديها كأنك بتقول للعبة هنشوف مين فينا الأذكى. انت كده بتفصل المشاعر عن الموقف اللي حصل. الحل الثالث الريفوكس، يعني رجع تركيزك. لما تلاقي الماتش ماشي مش طبيعي خالص وقف اللعب واشرب مية وخد نفس وغير التكتيك والتعليمات لو لزم الأمر. المخ دايما بيحب يحس انه هو مسيطر وانه فاهم، فلما بتعمل كده مخك هيفضل محافظ على تركيزه اطول وقت ممكن. اللعبة مش لازم تكسبك بسكريبت، انت تقدر بكل سهولة تكسر سكريبت اللعبة فوق دماغها، لان الخصم الحقيقي هنا مش اللعبة انما هو صوت جواك بيقنعك انك اتغلبت قبل الجيم ما يخلص ويخليك تشتم اللعبة. بس اول ما تتعلم تعيد توجيه تفكيرك ساعتها هتتبسط باللعبة وهتحس ان انت اللي متحكم فيها مش هي اللي متحكمة فيك. ودلوقتي عرفنا ازاي تكسر السكريبت النفسي، تعالوا بقى ندخل على السكريبت الفني. اللعبة دي مبنية على ذكاء اصطناعي، يعني فيها برمجة بتتحكم في كل حاجة اللعيبة بتعملها، مين يضغط، مين يقطع، مين يتمركز، مين يجري، كل حاجة معمولة ببرمجة مسبقة. بس السؤال امتى الذكاء الاصطناعي بيتدخل وامتى بيسيبك لوحدك؟ الذكاء الاصطناعي جوه فيفا بيشتغل بنظام معين، في خوارزميات بتحدد تمركز كل لاعب على حسب مكان الكرة، التكتيكات، وبعض الارقام عند اللعيبه زي الوعي الدفاعي والتمركز. خلينا ابسطها لك، فرقتك او فرقه الخصم فيها 11 لاعب، في الطبيعي انك بتجيب الاشاره على لاعب واحد والباقيين بيكونوا تحت تصرف الاي اي، بيخليهم يتمركزوا ويعملوا بلوك للتسديدات ويقطعوا الكور لوحدهم. في المقابل اللاعب اللي انت واخد بيه الاشاره انت بتقول للعبة بكل بساطة انا اللي هتحكم باللاعب ده ومش محتاج مساعدتك، وساعتها اللعبة بتوقف المساعدة عن اللاعب ده، لا تمركز ولا تدخلات ولا قراءة للخصم. علشان كده دايما يا صديقي بتلاقي كورة بتعدي من جنب رجل المدافعين وهي تحتهم بالظبط وانت بتضرب كف على كف، وكل ده حصل علشان انت جايب الاشارة على لاعب فالاي اي مش بيدافع لك بيه. طب ازاي تقدر تستخدم مخك وذكائه انك تكسر بيه الاي اي؟ اول طريقة اجبر الخصم انه يغير الاشارة على اكتر من لاعب علشان تخلي الاي اي ما يتحكمش باللعيبة دي، لا تخليهم يتمركزوا صح ولا يدافعوا صح. لو اي حد دخل عنده في الاعدادات عند السويتشنج هيلاقي الاوتوماتيك سويتش اون اير بولز اند لوز بولز، وده معناه ايه؟ ان اللعبة بتبدل الاشارة اوتوماتيك لما الكورة تبقى عالية أو كور حيادية مشتركة. فأنت تقدر إزاي تستفيد بالكلام ده وإزاي إنك تجبر الخصم إنه يغير الإشارة على أكتر من لاعب علشان يطلعوا بره تحكم الاي اي. أول حاجة تلعب كور عالية وتغير الملعب كل شوية خصوصا لما تبقى مضغوط، وتلعب دبل باس وتيكي تاكا كتير في اسلوب لعبك، يعني من الاخر تخلي الخصم يغير الاشاره على اكتر من لاعب، كل لاعب بيغير عليه الاشاره بيخرج من تحكم الاي اي، كانك بتقول لخصمك تعالى لي راجل لراجل من غير ما اللعبه او الاي اي يدافع لك. وركز يا صديقي في اللي انا بقوله، انك تجبر الخصم يغير الاشاره، مش هو اللي يعمل سويتشات سريعه بمزاجه ويقفل مساحات. الطريقة التانية اللي تستخدم فيها مخك وذكائه انك تكسر بيه الاي اي وهي التريجر ران بالال1. مهما كان قوة خصمك وانه عامل لك ضغط عالي في نص ملعبك، هو كده كده مش هيقدر يتحكم باكتر من 3 لعيبة، 2 يقفل بيهم مساحات بالسويتشات والتالت هيعتمد على الدفاع بالR2 اللي هو السكند مان بريس علشان الاي اي يساعده في الضغط. فحضرتك لما بتعمل تريجر ران حتى لو مش هتديله الكوره انت بتخلق وهم للاي اي انه يروح يراقبه، وده معناه انك سحبت لاعب من الخصم بره اللعبه، ده غير اصلا انك هتعمل كثافه عدديه في الهجوم، يعني من الاخر بتخلي خطته تنهار من غير ما يلاحظ. ناس كتير بتخاف تستخدمها علشان لو الكرة اتقطعت هتترد بمرتدة، بس الحقيقة دي أقوى أداة تقدر تكسر بيها ضغط الاي اي عليك. الطريقة الثالثة اللي تكسر بيها الاي اي وهي العزل التكتيكي. خليني اشرحها لك ببساطة، أي خطة بتختارها
هي الشكل الدفاعي للفريق، فالاي اي بيشتغل كبلوك دفاعي واحد على حسب رسم الخطة. بس في طريقة تقدر تعزل بيها فرقة الخصم تماما وتخلي الاي اي ما يدافعش مع الخصم وما يتحكمش في تمركز اللعيبة. والطريقة هي انك توصل الكرة لأبعد نقطة في الملعب، يعني عند اتجاه الكورنر، لانك لما بتعمل كده تمركز لعيبة الخصم بيبوظ غصب عنه. خط الدفاع والوسط بيدخلوا جوه ال 18 بتاعه، والهجوم بيتفصل عنه وما يقدرش يعمل تغطية. وكمان لعيبة الوسط بتاعتك بتقف كحائط صد وحاجز ما بينهم، يعني بالبلدي انت زنقت الخصم في ال 18 بتاعه وطلعت له الاي اي بره اللعبه وكسرت له تنظيم الاي اي الدفاعي. وكل اللي قلته النهارده ده جزء صغير من كورس الكوتشنج، مش مجرد بنعلم الناس ازاي تلعب، احنا كمان بنشتغل على العقل والتركيز وطريقه التفكير والقرارات وتطوير المستوى الفني والذهني. ولو عاوز توصل لمرحله الاحتراف تقدر تحجز معايا كورس كوتشنج، وهسيب لك لينكات التواصل معايا في الكومنتات. وكمان تقدر تاخد الكورس مجاني لو كتبت كومنت تحت الفيديو ده وجاب اعلى عدد لايكات. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فانا استحق لايك محترم واشترك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية. والسلام.